السلام عليكم الإخوان الكرام. هذا الدرس إن شاء الله غيكون عبارة عن استعداد الامتحان ديال الإنترنت. الإنترنت هي عبارة عن كلمة مركبة من جوج كلمات: interconnected network. هو لو غيزو دي غيزو، يعني شبكة فوسط منها العديد من الشبكات الفرعية. الإنترنت فيها بزاف ديال الخدمات، بخلاف ما هو شائع. الانترنت راه هي ماشي ملي كتدخل مثلا جوجل كروم او موزيلا، هذيك اون بارتي من الانترنت، خدمه من الخدمات الاخرين اللي كاينين في الانترنت. هاد الخدمه اللي داخل لها هنا كتسمى الويب. كاين خدمات اخرى بحال الميساجري، هي فاش كتصيفط بريد الكتروني مثلا برنامج اوتلوك. كاين الورد وايد ويب، هي اللي غنركزوا عليها، اللي هي الويب. كاين ترانسفير دي فيشي، مثلا ملي كتصيفط واحد السيت صايبتيه كنسميوه ليبرجور اللي كيحتضن السيت ديالك باش يشوفوه الناس من بعد. كونيكسيون ا ديستانس هي فاش كتحكم في حاسوب عن بعد. هاد لي سيرفيس اللي كنقول دابا كلهم كيحتاجوا الانترنت وداخلين في وسط الانترنت. كاين ستريمينغ، خدمه اخرى فاش كتشوف فيديو اون لين، كتشوف شي فيلم ولا برنامج في شي سيت اون ديريكت. شفنا التعريف ديال الانترنت، غنشوفوا كيفاش كيتواصلوا الحواسيب. كما بالنسبه للانسان خصو يكون عنده نفس اللغه باش يتحاور مع انسان اخر، حتى هكاك لي زورديناتور خاص يكون عندهم نفس البروتوكول اللي هو تي سي بي اي بي باش يكون واحد التحاور بيناتهم. التعريف ديال تي سي بي اي بي هي لغه موحده تمكن حاسوبين من التواصل وارسال البيانات فيما بينهم. واخا يكون عندي بي سي وماك ماكنتوش مثلا، راه ينتقلوا المعلومات بيناتهم بالتي سي بي اي بي رغم الاختلاف ديال الهندسه ديالها. نمروا دابا لتعريف الويب. الويب هو نظام يمكن من الاطلاع على صفحات المواقع بواسطه متصفح الويب. متصفح الويب كنقولوا بالفرنسي ان نافيغاتور. هاد النافيغاتور هو اللي كيخليك تصفح مواقع هما لي سيت. شوف واحد المثال، مثلا انا حليت هاد لو سيت ويكيبيديا، حليته فين؟ في النافيغاتور اللي هو جوجل كروم. هذا ان سيت، والسيت كيتكون من صفحات. هذه اون باج. فاش كنبغي نبدل الصفحه كنبرك على مثلا اليا كنسميو بالعربيه رابط، وكيديني صفحه اخرى. بالنسبه لديك السميه اللي كنعرفوها دبليو دبليو، جات من وورد وايد ويب، يعني الشبكه العنكبوتيه العالميه. هذيك ويب بوحدها كتعني لاطوال داغيني او شبكه العنكبوت، حيت شبكه العنكبوت متصله بيناتها بخيوطه. حتى هكاك لي بي سي اللي كيحتضنوا لي سيت اولا المواقع في العالم حتى هكاك مرتبطين واحد لي كابل ولا شي حاجه كتربط بيناتهم. كيف يعمل الويب؟ هذا واحد المثال موضح كيفاش كيخدم الويب. عندي هنا بوست كليو، هو فيه يكون فيه النافيغاتور ويب بحال اللي قلنا جوجل كروم ولا موزيلا. هذاك النافيغاتور كتكون عنده اون باغ دادريس اللي نديرو فيها السيت ديالنا، مثلا www.monsite.com. فاش كنكتب هذا monsite.com، هذا كيتسمى طلب كيمشي لواحد لورديناتور اللي كيتسمى سيرفور، هو اللي كيحتضن السيت ديالي اللي بغيت. باش كيمشي هذاك الطلب ديالي للبوست سيرفور بواحد البروتوكول كنسميوه HTTP. هذاك الموقع اللي طلبت كيكون مصاوب بواحد اللغه تتسمى HTML، وكاينين لغات اخرين من غيرها. فاش كيوصل الطلب ديالي للبوست سيرفور، هذاك السيرفور كيجاوبني هذاك الجواب كيمشي دائما بروتوكول HTTP، هو البروتوكول اللي خاص بلي زابليكاسيون ويب. فاش كيوصل عندي هذيك لاباج كتحل ليا في النافيغاتور، هو اللي تيديكوديها وكيبان لينا داكشي عادي. اللي تركزوا عليه بالنسبه لهاد رسمي بياني هو هاد ثلاثه ديال لي نوسيون. عندنا HTTP هو بروتوكول انتقال المعلومات. مثلا هذاك monsite.com
هذاك راه فيه واحد المعلومات مثلا ايماج ولا شي حاجه بحال هكا، انا طلبتها. فاش هذاك الطلب اللي طلبت كما قلنا مشى بالهاش تي تي بي ورجع بالهاش تي تي بي. هاش تي تي بي هو بروتوكول انتقال المعلومات. باش تعقلوا ليها، بي هي بروتوكول. كاين هاش تي ام ال هي لغه انشاء المواقع، لونغاج دي كرياسيون دي سيت ويب. هذيك ال كتعني لونغاج، حيت كاين اللي كتخاطلو هاش تي تي بي مع هاش تي ام ال. بي بروتوكول و ال لونغاج. اخر حاجه اليو ار ال. فاش كتشوفوا ان سيت داخل عليه هاش تي تي بي، هذيك كتسمى كلها يو ار ال. الا قلت لك هاش تي تي بي دو بوين دو سلاش دبليو دبليو فيسبوك بوان كوم، هذيك كلها كتسمى يو ار ال. الا قلت دبليو دبليو فيسبوك بوان كوم، هذيك ماشي يو ار ال. الا كانت هاش تي تي بي راه كتسمى يو ار ال. نمرو دابا الفاي او فورنيسور داكسي انترنت. هي الشركه اللي كتزود الناس بخدمه الانترنت. عندنا في المغرب ثلاثه معروفين: ميديتيل، انوي، اتصالات المغرب او مارك تيليكوم. الاختصار ديال الفورنيسور داكسي انترنت كنقولوا له الفاي. نمروا دابا لتعريف نافيغاتور ولا متصفح الويب. ما كنقولوش متصفح الانترنت، هذه عباره خاطئه، حيت هذاك المتصفح يخليك تدخل الويب بوحدو. لوجيسيال بيرميتون دو سيرفي سور لو ويب. سيرفي هي ابحار واكتشاف، كيخليك تكتشف الويب. مثلا موقع ويكيبيديا او مثلا موقع ستار تايمز، هذيك كيخليك المتصفح الويب تكتشفهم وتبحر فيهم. متصفح الويب هو برنامج حاسوبي يتيح للمستخدم الولوج الى مواقع الويب. هو اللي كيخليك تدخل مواقع الويب. كما قلنا ما يمكنش تدخل شي موقع من برنامج من غير متصفح الويب. نعطيو امثله دابا على متصفح الويب او النافيغاتور. بالانجلي كنقولوا له براوزر. كاين فايرفوكس. فايرفوكس كتعني الثعلب الناري، او حيت الثعلب ها هو مصور هنا. انترنت اكسبلوري ديال مايكروسوفت، سافاري ديال ابل، وكروم ديال جوجل. اتونسيون بالنسبه للكروم، الا قلتي متصفح الويب او النافيغاتور هو جوجل راه خطا، حيت جوجل راه موتور غوشيرش، محرك بحث. غنجيو ليه اون ديتاي من بعد. اما الا قلتي كروم اولا جوجل كروم راه كتعني به النافيغاتور. اول حاجه جوجل بيانفيني سيغ فيسبوك ولا هادوك اللي تيكونوا هنا فهاد الصف كيتسموا دي زونغلي. اللي تحت منها هذيك البلاصه فين كنكتب السيت ديالي كتسمى لا باغ دادغيس. هادو لي زيكستونسيون كديرهم مور ما كتانستالي اللوجيسيال. كتيليشارجيهم من الانترنت، مثلا كتيليشارجيهم من الانترنت بحال هاد ليكستونسيون كتبلوكي الاشارات مثلا اللي تيكون في يوتيوب هذيك على اليمين كتبقى تبلوكي. هادي كتسميتها ادي بلوك. مثلا هادي اكستونسيون ديال افاست. الا كان السيت مزيان ولا بوبيلير كيعطيك تيقول لك هنا راه هاد السيت راه مزيان، بخلاف الا سيت اخر. اللي هادي كتسمى لا باغ فافوري. كندير فيها لي سيت اللي كندخل ليهم بزاف ولا اللي كنفضلهم. جميع لي نافيغاتور تقريبا، جميع لي نافيغاتور كيكونوا مزودين بهاد الخاصيه ديال لي فافور. بوطون اجوتي اونغلي باش كتزيد اونغلي هنا بغيتي تحل دوطخ سيت. هنا كتكون لاباج ويب بحال هاديك لاباج اللي حلينا، بحال هادي اون باج. وعيد داكشي اللي قلت. هادو دي زونغلي ممكن تزيد اللي تحت من اونغلي لا باغ ادريس فين تنكتب السيت ديالي. هادو لي زيكستونسيون اللي تحت من لا باغ ادريس كتسمى لا باغ فافوري، شريط المفضله. هادي لا باج ويب، وهذا بوطون اجوتي دي زونغلي. الترجمه ديال داكشي اللي قلنا راه هو كاين هنا.
نمروا للموتور دو ريشيرش. محرك البحث هو برنامج أو موقع تيخليك تبحث على مواقع أخرى في الشبكة العنكبوتية العالمية، الويب. من أشهر الموتور دو ريشيرش كاين جوجل، كاين بينغ، كاين ياهو. هادو على سبيل المثال، راه كاينين واحد اخرين. نمروا الادريس الكترونيك، اولا بالانجلي كنقولوا لها ايميل. هذيك ايميل كتعني الكترونيك مايل، هو واحد العنوان كنصيفطوا ليه رسائل الكترونيه عن طريق الانترنت. مثلا هذا ايميل اولا ادريس الكترونيك nabil@outlook.com. الحوايج اللي كتكون ديما في الايميل هي @، والبوان. باش الا كنتي بغيتي تدخل الفيسبوك ولا اولا الام اس ان ديالك ولا شي حاجه، الا نسيتي النقطه راه ما يدوش. والشركات التي تقدم خدمه البريد الالكتروني هي جوجل عندها جيميل، مايكروسوفت عندها الاوتلوك، راه ما بقاش ديك اوتمايل، جات بلاصه الاوتلوك. والياهو عندها ياهو. هذا كل ما يتعلق بامتحان الانترنت. الى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. السلام عليكم.